السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا باحسن احوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. يوم جديد والوصفه جديده ان شاء الله تعجبكم. غنشارك معكم القطايف على هذا الشكل معمرين بالجبن. جاو بنين بزاف، كنتمنى تجربوا الوصفه، اكيد غتعجبكم ان شاء الله. وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. مرحبا بكم، ألف مرحبا في قناتكم وصفاتي، دائما مع الوصفات السهلة والسريعة. الناس داخل المغرب أو خارج المغرب كنقول لكم مرحبا، ألف مرحبا، نورتونا وشرفتونا أكيد. كنتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. غنشارك معكم إن شاء الله اليوم هذه الوصفة، جربتها وعجبتني وقلت غنشاركها معكم. كتجي بنينة بزاف وكتعجب للصغار والكبار، اكيد كتجي لذيذه بزاف. وبقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا في المقادير 2 كيسان عنبه ديال السميده، كاس ديال عنبه ديال الدقيق، ملعقه سكر، ملعقه خميره الخبز، ملح، وعندي خماره ديال الحلوى 7 غرام، او الوزن 7 غرام باكين باودر. خديت الاناء فاش غنخلط، درت فيها السميده وغندير الدقيق، دابا غنضيف السكر، خميره ديال الخبز، الملحه على حسب الذوق. غنخلط هاد المكونات وغنزيد الماء الدافئ. ما ديروش البنات الماء سخون بزاف، ديروا غير الماء الدافئ حيت دابا سخون الحال. وحتى الخميره باش ما ديرش معنا، حيت الا درتو الماء سخون ما كتبغيش تخمر مزيان. دابا غنعبر هنايا 3 الكيسان غنديرهم الاولين، من بعد غنزيد الكاس الرابع، غنخلط وغنزيد الكاس الرابع. الوصفة ناجحة 100%، خصوصا البنات المبتدئات. ديروها وانتم متأكدين غينجح معكم هذا البغرير ان شاء الله. الناس اللي دخلوا معنا الجداد كنقول لكم الف مرحبا، داركم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم المحتوى اللي كندير، وشجعوني باللايك ديالكم، وخليوا لي اراء ديالكم في الكومونت. الا بغيتو ندير معكم اي حاجه خليوها في الكومونتير. وشكرا لكم بزاف بزاف، ناس داخل المغرب او خارج المغرب، الناس القدام او الجداد، الف الف مرحبا بكم. وكنتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساونيش تشجعوني بلي لايك. دابا يلا غنزيد الكاس الرابع وغنخلط الكل في الخلاط الكهربائي. دابا صافي خلطت الكل ورجعته في الاناء فاش خلطت. ودابا غنزيد الخميره او الخماره او بابين او باكين باودر عفوا، وغنزيد ملعقه ديال الخل، غنخلط كلشي وغنخليه يرتاح مدة 10 دقائق أو 15 دقائق، من بعد غنطيبوه إن شاء الله.
كيجي بحال هاداكا، بحال هاد القوام، حيت فيه سميدة كتشرب، وخليته لمدة 20 دقيقة أو 10 دقايق. صافي دابا غنوجد المقلة ديالي غنديرها فوق النار. في الاول ديروا النار مجهده شي شويه. دابا ما غاديش نقطع معكم هنايا الفيديو، غنخليه كيف ما هو باش تشوفوا ملي كيتثقب داكشي عاد كنقصوا النار. شوفوا معايا بدا كيتثقب. الوصفة ناجحة 100%. جربوها وعينيكم مغمضين، اكيد غتنجح معكم ان شاء الله. غير تبعوا المراحل وداكشي اللي كنقول لكم، خصوصا البنات المبتدئات. دابا غنقص النار باش ما تحرقش معايا. دابا بقى ليها غير شي شويه وغنقلبها، شي شويه هنايا تنشف عاد غنقلبوها. دابا صافي غنحيدها. شوف معايا جي كيفاش جات. ودابا غنستمر حتى نكمل كلشي وغنرجع معاكم. دابا صافي كملت الكميه اللي عندي. جا رائع وجا مثقب وزوين بزاف. دابا غندوزو نعمرو. انا غنعمرو بهاد الجبن هذا جبلي، كيعجبني بزاف. وكاينين الناس اللي كيعمروه بشونتيي، ولكن انا كنفضل هاد الجبن. عندي هنايا العسل سخنته مع شويه الماء. دابا كناخذ بحال هكا ملعقه ديال الجبن، كنحطها بحال هكا وكنسد مزيان. صافي كنحطها. والتزيين اختياري، انا عندي هنايا الجوز اللي متوفر عندي دابا. اي حاجه متوفره عندكم زينوا بها، اللوز، الجوز، بيستاج، ولا تخليهم غير هكاك، ما كاين حتى شي مشكل. غير كنزيدو شويه د اللمسات ديال التزيين وصافي. صدقوني جاو بنان بزاف، خصوصا انا كتعجبني داك اللمسه ديال العسل من الفوق. جاو رائعين، جا رائعين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، اكيد غيعجبوكم ان شاء الله. وخليوني اراء ديالكم في الكومونتير كيفاش جاكم. وشكرا لكم على المتابعة، الناس اللي بقاو معايا حتى لدابا.
كنقول لكم شكرا شكرا بزاف بزاف، الله يعطيكم ما تمنيتو ان شاء الله. وجربوا الوصفة أكيد غتعجبكم، بارطاجيو الفيديو إلى عجبكم مع الأصدقاء والأحباب، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، وشجعوني باللايك ديالكم أو البصمة، وخلوني الآراء ديالكم إلا بغيتو في الكومنتير أو في التعليق. وشكرا لكم بزاف بزاف، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله.